اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد وقضيه جديده. الجريمه اللي تسمعوا معنا اليوم كانت بسبب قرارات متسرعه واللي النتيجه ديالهم كانت كارثيه. المهم وبلا ما نطول عليكم نبداو قصتنا. احداث القضيه ديال اليوم غادي تدينا لواحد الدوار قريب من مدينه جديده، وبالضبط في سنة 2013. هاد الدوار كان على قد الحال، لا من ناحية ديورو ولا ناسو. السقوف كانوا من القصدير وما كاين لا بهاد الحر لا ضو، والناس مساكن كانوا عايشين على قدهم، وكانوا الأغلبية منهم خدامين في البحر وغير مسلكين. المهم وسط هاد الدوار كانت عايشة فيه عائلة بسيطة، واللي كتكون من الأم والأب وولدهم الكبير عبد العالي واللي كانت عنده 34 عام، وبنتهم الصغيرة فريدة. الوالدين كانوا ناس كبار في السن وعيانين من خدمة البحر، والأب براسو اللي كان هو المعين الوحيد لهاد الأسرة كان هالك المرض والضيقة. عبد العالي من بعد ما عاش طفولة كلها في الفقر وقلة الشيء، وديك خدمة البحر كانت طالعة عليه في راسو، وصافي ملي كبر دبر على واحد الخدمة اللي كانت مزيانة، وكان عنده الصالير ديال 3500 درهم، وهاد الصالير كان بالنسبة ليه شي حاجة اللي واو. والسيد بقى كيجمع الدرهم على خوه، وكان زقران بزاف حتى على راسو، ما كيتهلاش كاع في راسو. الحوايج اللي يلبسهم يوما يلبسهم غدا في الشتاء والصيف. عبد العالي بقى على هاد الحال، وفاش قرب يكمل 29 عام هنا بدا كيشوف بلي الوقت غادي وكيدوز وهو بدا كيكبر، وهذه هي الوقيته فين خصو يتزوج. مشى عند مو وقال ليها بغيت نتزوج، وقال ليها ولكن انا بغيت وحده اللي ما تكونش مسطر لي، يعني تكون على قدها ودرويشه. ماما وكأي ام فرحت الولده بزاف، وقالت ليه كون هاني، انا اللي غادي نلقى ليك شي بنت تكون درويشه وتكون نيت من نفس الدوار. ولكن عبد العالي كان حاط العين على وحده سميتها صباح. هاد صباح عندها 24 عام، عائلتها على قد الحال ولكن ما ناقصهم خير. خوتها خدامين وحتى باها تا هو خدام. المهم مو بغات ومشاو باش يخطبوا البنت. ايوا عبد العالي صدمهم بكثره السخاوه اللي فيه، ما كلفش راسو يجيب حتى شي حاجه اكثر من 2000 ريال. العائله ديال صباح تفاجئوا حيت هما ما مولفينش بداك الشيء، ولكن واخا هكاك داروا عين ميكا واستقبلوهم مزيان وكبروا بهم. من مورا ديك جلسه التعارف عبد العالي وصباح خرجوا يدوروا شويه. البنت كانت لابسه جلابه نقيه وصنداله بالطالون على اساس زعما تخلي انطباع زوين. ايوا السيد ماشي يدير شي بلاصه زوينه ولا نقيه، عاد بقى مجرجرها في الطرقان من هنا وهي بهداك الطالون، والطاكسي هو الاخر كبروا فيها. البنت صافي جلابتها تبهتلت، شعرها وقف وطلع عليها الدم ديال بصح، والبنت قالت مع راسها العش الزين كيبان من العاصر. السيد من الاول داخل بالزقريم كي غندير نعيش معاه. مشات عند والديها وقالت لهم ها اش كاين واش كاين، وهذا السيد راه ما يصلحش. وفعلا عائلتها قالوا لهم البنت ما بغاتش، وصافي سدوا الموضوع. الام ديال عبد العالي قالت لي صافي ماشي مشكل وفيها خير. قالت لي دابا نلقاو لك شي وحده تكون صغيره ودرويشه وتعيش معانا بداكشي اللي قسم الله. ما دازتش مده حتى ماما لقات ليه واحد البنت من دوار قريب سميتها سميه، وعندها 15 عام. عائلتها كانت على قد الحال، والاب ديالها هو المعيل الوحيد ديال الاسره. عبد العالي وامه مشاو خطبوها، وفعلا الناس وافقوا وتزوجوا غير بالفاتحه، على اساس ملي توصل 18 عام ديك الساعه يديروا العقد. سمية كانت باقا صغيره وما فاهمه والو وما عارفه والو في الدنيا، وما كتعرف لا اللي ليها ولا اللي عليها. ومن النهار اللي تزوجت بهذا عبد العالي عائلته داروا ليها بحال الجفاف، وشافوها حيط قصير وبغاو ينقزوا عليها. كانت الفياق على النبوري وشقاو تماره نهار كامل، وعاد عكوسه وشيخه غير كيتامروا عليها ديري هادي وديري هادي وما ديريش هادي. وعبد العالي كان ديما مقصح معاه الهضره، وديما كيضربها بالسبه ولا بلا سبه، وما كانش مهضي فيها مره. في المناسبات ما كان كيشري ليها لا جلابه لا بيجامه، فلوس الحمام هي الاخرى ما كانش كيعطيهم ليها. المهم وصافي دازت 3 سنين على هاد الزواج. سمية هنا كاع ما حملت وبغات تمشي عند الطبيب باش تعرف فين عندها المشكل. مشات عند الطبيب قال لها الطبيب كل شيء عندك هو هذاك وما عندك حتى شي مشكل. هنا الطبيب قال لها ولكن راه حتى راجلك خاصو يدير هاد التحاليل. وهي ملي قالتها ليه عبد العالي ما عجبوش الحال ورفض، وقال لها انا راجل وما فيا والو، لكن شي مشكل غيكون منك انت. مو هنايا بقات كتغلي العشوب وكتعطيهم لسمية على الله ينفعوا معاها، ولكن سمية ما كانش كتبغي تشربهم وكترميهم. وهنا مع الوقت سمية ما بقاتش غير ساكته ليهم،
ولات كترد عليهم الهضره وكتهضر شويه على حقها. عبد العالي ملي شافها ولات هكا قال مع راسو نطلقها وردها لضربها بلا ورقه بلا جوج، وفعلا داكشي اللي دار، هزها ورجعها لضربها وقال ليها بنتك ما صلحتش ليا. هنا سميه بقى فيها الحال بزاف، وكانت كتلوم عائلتها حيت ما داروش ليها العز ولحوها ليه بلا ورقه بلا جوج. والبنت يلاه كملت 18 عام وها هي ما هي من المزوجات ما هي من المطلقات، وما كان عندها حتى ورقه كتثبت ليها شي حاجه. سمية دخلت في حالة اكتئاب، ما بقات لا كتخرج ولا كتدرج ولا تشاد غير ركنه. اما خوتها ملي بداو كيكبروا كل واحد شد طريقه، ها اللي كان خدام في البحر، ها اللي كيتعلم شي صنعه، وكاين منهم اللي بقى غير في جالس في دار باه. اما عبد العالي فراه ما كانش مسوق، كان عايش حياته عادي بحال ما وقع والو. وفي رمضان ديال 2013 هاد الشهر التوقيت ديال خدمته تبدل، ولا كيدخل مع 9 ديال الصباح وكيخرج مع 4. صافي كيسالي خدمته كيهز بيكاتو وكيدوز للدوار فين ساكنه سميه وعائلتها باش كياخد شويه ديال الحليب من عند واحد الفلاح اللي كان كيعطي للناس اللي ما عندهمش فابور. ونهار 15 من رمضان عبد العالي خرج كيف العاده وقال لوالديه انا غادي نمشي نجيب الحليب قبل المغرب غنكون هنا. والديه قالوا ليه واخا حنا نتسناوك، وفعلا الوقت داز وحتى من المغرب ادناز وعبد العالي ما بانش. والديه هنا بداو كيتشطنوا كيقولوا فين غيكون هذا، وبقاو كيقولوا ياك ما تلاقى مع شي صاحبو ولا يمشى ما يفطر مع شي واحد، ياك ما المهم بقاو كيديروا الاحتمالات وبقاو كيتسناو على الله يبان. داز الوقت حتى والديه كيبانوا ليهم واحد جوج دراري جايين كيجريو لعندهم وقالوا ليهم ولدكم راه لقاوه مقتول وطايح حتى البيكالا. والدين عبد العالي غير سمعوا هاد الشيء صافي طاحت سخفت وباه مشى كيجري للبلاصه فين قال لك طايح ومقتول باش يشوف ولده. ملي وصلوا ما لقاو لا عبد العالي لا البيكالا، لقاو غير الجدارميه والناس مجموعين. المهم كانوا هزوا الجثه وداروا المعاينه والجثه تهزات لمستودع الاموات. الطبيب الشرعي من بعد الفحص قال لهم سبب الوفاه هنا هي ضربه في القلب باداه حاده، وهاد الاداه خلات ليه حتى الصداع. والدين عبد العالي تعرفوا على الجثه وتاكدوا بلي هذاك ولده. وهنا الجدارميه بداو كيسولوا كيحقوا معاهم، قالوا لهم السيد كان عنده شي مشكل مع شي حد ولا شي حد هدو بالقتل، والسيد مزوج. هنا بدا كيعطي الجدارميه التفاصيل وقال لهم ولدي كان مزوج بالفاتحه بواحد البنت سميتها سميه بنت فلان، ولكن ملي ما بقاش مفاهم معاها ديك الساعه رجعها لدار باها حيت ما كانش داير معاها اصلا العقد. هنايا الشكوك مشات نيشان عند عائله سميه. الجدارميه قالوا يقدر يكونوا مرضاوش وهما اللي صفاوها لي. الجدارميه ديك الساعه مشاو للدوار ديالهم وبداو التحقيق مع عائله سميه. باها قال لهم انا نهار الجريمه كنت جالس حدا مول الحانوت حتى ادنات المغرب، وتقدروا تسولوا اللي بغيتو. من بعد ما ادنت المغرب مشيت صليت ومشيت لداري فطرت. اما خوت سميه حتى هما قالوا باللي كانوا كاملين في دارهم وما خرجوش كاع. الجدارميه هنا خداو اذن بالتفتيش وقلبوا الدار كامله من الفوق لتحت، حتى واحد الجدارمي طلع على السطح كيقلب وكيشوف، وهنا لقاو وسط السطح وتد مرمي فوق القصدير وفيه اثار ديال الدم. الجدارميه هنا شدوا العائله كامله حتى يبان منهم مول الفعله. وسط التحقيق كلشي نكر باللي دار شي حاجه، وشي كيقول انا ما درتش. ولكن خو سميه الكبير اللي عنده 17 عام ما قدرش يسكت وقال لهم شوفوا طلقوا امي وبا خوتي، الجريمه انا اللي درتها وانا اللي قتلته. المحققين هنا قالوا لي علاش قتلتي؟ قال لهم هو اللي ضيع لي اختي، انتهى عنده وردها عنده بحال شي جفاف، عاشت معاه 3 سنين بلا حق ومن بعد رماها لينا بحال شي كلبه. مشيت عنده شحال من مره باش نلقاو حل لهادشي. هو كيقول لي بصريح العباره انا اختك ما بقيتش باغيها، وواخا تنطابق السما مع الارض ما غاديش نتزوج بها بالوراق. وعاد كان زايده كيدوز من حتى دارنا نهار على نهار، وكيدوز هو كيضحك وكيتفلى وكيمشي يعمر الحليب وكيرجع بحاله وهو بحال ما مسوقش كاع. خو سميه زاد وقال انا داك النهار تبعته وعاوتاني وقفته وبغيت ندوي معاه، قلت لي خصنا ضروري نلقاو شي حل. السيد بقى كيعاير وكيسب فيا انا واختي، انا ما رضيتش وما عجبنيش الحال. نيشان جبد داك الوتد اللي كانت مخبيه في السروال وضربته نيشان القلب، شفتو طاح الارض وكيفركل بحال الحولي، وتا انا ما تسوقتش ليه ورجعت للدار عادي. قميصتي اللي تقصت بالدم صبنتها والوتد خبيته فوق السطح باش ما يبان حتى حد، والقميجه واخا صبنتها بقى فيها اثار الدم. كانوا هادو هما الاقوال والاعترافات ديال الولد اللي قتل عبد العالي. الجدارميه هنا تاكدوا من الادله وتقدم الولد للعداله وتحكم ب10 سنين، وبما انه كان مازال قاصر دوز عام في الاصلاحيه واللي بقى دوزو في الحبس.
عبد العالي كانت هذه هي النهاية ديالو بسبب فعايله. أما سمية اللي ضاعت حياتها وشرفها بلا ورقة بلا جوج، وخوها اللي باقي صغير ضيع مستقبله وحياته في الحباسات، وهذا الشيء نتيجة القرارات المتسرعة. إيوا كانت هذه هي القصة ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد وقضية جديدة إن شاء الله.